هعمل معاكم الكوبيبة او الكبة الاقتصادية البسيطة، سهلة اي حد يقدر يعملها، وكمان تقدروا تخزنوها هتنفعكم في اي وقت. وهقول لكم على كل الاسرار اللي هتخليها تطلع معاكم مقرمشة وعمرها ما هتفرط منكم في الزيت. اول حاجة انا هجيب كوبايتين برغل ناعم، انا استخدمت هنا برغل الضحى، وهضيف عليهم كوباية سميد، وده سميد البسبوسة الخام اللي بيجي من عند العطار. حط عليهم كوبايتين مية بدرجة حرارة المطبخ، وهنقلبهم كويس مع بعض وهنغطيهم ونسيبهم حوالي ساعة. هبتدي احضر الحشوه في طاسه سخنه، هحط فيها شويه زيت، هضيف عليها نص كيلو لحمه مفرومه، ابتدي اقلبها لغايه ما اللحمه لونها يتغير. هنزل عليها بنص كوبايه ميه سخنه وهغطيها واسيبها تستوي تماما. بعد ما اللحمه هتتشرب الميه هضيف عليها 2 بصله حجمهم يكون كبير، والتوابل قرفه جنزبيل فلفل اسود وملح ورشه جوز الطيب. هنبدا نقلب كل ده مع بعض كويس ونغطيه لغايه ما البصل يدبل تماما والحشوه تبقى جاهزه. هنسيب بقى الحشوه دي تبرد، ما ينفعش نحطها جوه الكوبيبه وهي سخنه. هبدا ارجع للبرغل اللي انا نقعته، هلاقيه اتشرب كل السوائل وشكله اتغير كده. هضيف عليه بصلايه متوسطه مبشوره ناعم ومعلقه كبيره نشا، ودي بتخليها مقرمشه. واحط التوابل بابريكا فلفل اسود بهارات لحمه ال7 بهارات وشويه كبابه صيني ونص كوبايه زيت. هخلط كل دول مع بعض كويس وهروح بيهم بقى كده على الكبه، افرمهم فرمه حلوه قوي لغايه ما ينعموا خالص. نريحوا في التلاجة من نص ساعه لساعه. بعد النص ساعه عجينه الكوبيبه ريحت معانا، هنلاقيها ما بتلزقش خالص. حط شويه لوز على اللحمه المفرومه، اي مكسرات لو انتوا حابين، بيخلي الحشوه طعمها جميل قوي. هنمسح ايدينا بالزيت خفيف كده، وبعد كده هنبتدي نشكل كوبيبه. هنلاقيها بتتشكل معانا بكل بساطه، ونمسح صباعنا طول ما احنا شغالين بالزيت كده. عايزين نساوي السطح بتاعها ما يكونش فيها اي تشققات او فراغات، علشان ده سبب كبير بيخليها تفرط معاكم في الزيت. في المرحله دي بقى نخلص كل الكميه، لو احنا حابين نفرزها ونحطها في صينيه في الفريزر كده. بعد ما الكوبيبه تتجمد نعبيها في اكياس التخزين، وبس كده جاهزه معانا على التحمير على طول. هنبتدي بقى نحمرها في زيت غزير ويكون ساخن، اهم حاجه الزيت يكون سخن جدا، ما نلمسهاش خالص اثناء التحمير علشان ما تفتحش مننا، مقرمشه وواخده اللون الذهبي. خطيره خطيره. انا بحب اقدمها مع دبس رمان، وممكن تقدموها كمان مع عصره ليمونه كده، جميله قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها، انا متأكدة ان هي هتعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو منكم. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.